السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالشخص اللي هو بوشين. إزاي تتعامل أنت مع الشخص المنافق بذكاء وحرفنة؟ عارف أنت الشخص اللي هو مثلا يضحك في وشك ويشكر فيك، وأول ما تدور ظهرك تلاقيه بيقطع في فروتك. الشخص اللي هو بيبين لك إن هو أكتر حد خايف عليك في الدنيا، وهو في الحقيقة مستني لك غلطة بس عشان خاطر يشمت فيك. للأسف المنافقين حوالينا في كل حتة، في الشغل وفي الصحاب، وحتى أحيانا في الدايرة القريبة منك، قريبة قوي منك من الأهل. الخطورة مش في وجودهم، للأسف الخطورة إنك تتعامل معاهم بنية صافية كده زيادة عن اللزوم فتتأذي ويتغدر بيك. النهاردة احنا هنتعلم ازاي ان احنا نلعب اللعبة معاهم بذكاء، ونعرف امتى نسكت وامتى ما نسكتش، ونحط حدود. للأسف النفاق ده مرض اجتماعي قديم جدا، بس في زماننا ده أصبح موضة عند ناس كتير قوي عشان خاطر يوصلوا للي هم عايزينه بسرعة. المنافق أنا بالنسبة لي ده بهلوان، شخص بهلوان بيعرف امتى يغير جلده ولونه حسب المصلحة وحسب الشخص اللي هو قاعد قدامه، يعني في اللحظة ساعتها. المشكلة ان الشخص ده بيبقى يعني عامل نفسه ناعم جدا في الكلام، فصعب تمسكه من غلطة واضحة في أول معرفتك بيه. احنا محتاجين نفهم السيكولوجية بتاعت المنافق ده كويس. هو ليه بيعمل كده؟ دي واحد. وايه اكتر حاجة بتخوفه وبتهز ثقته في نفسه؟ التعامل معاه بذكاء مش معناه انك تبقى منافق زيه وتقلده ابدا. انت بس بتتعلم ازاي تحمي نفسك وتحمي اسرارك منه وتتجنبه، لانك لو واجهته بغشومية وانفعال هيطلعك انت اللي غلطان ويقلب لك الترابيزة عليك ببراعة وبحرفنة، ان هو ممثل رهيب. عشان كده لازم تكون انت بارد في مشاعرك كده معاه، وتعرف ازاي تحجمه، يعني ازاي تحجمه في الحتة بتاعته، في مربع معين كده ملوش مخرج منه. دي اهم حاجة. الموضوع مهم جدا. الموضوع الهدف منه ان احنا نحط النقاط على الحروف، ونعرف ازاي نعيش وسط النوعيات الحلوة دي بسلام نفسي تام، ان هي بقت منتشرة بطريقة رهيبة. هنتعلم احنا حالا امتى نقدر نبتسم كده في وشهم، الابتسامة ايه الصفرة دي اللي هي بتقول انا فاهمك، وامتى نقطع الحبل معاه خالص ونمشي. فركز معايا كده في الكلام اللي احنا هنقوله. هديك مثال كده من الواقع بتاعنا. تخيل كده زميلك في الشغل اللي يجي لك كده المكتب الصبح ويقول لك انت بجد شايل المكان واحسن واحد هنا، وبعدها ب5 دقايق بالظبط يدخل للمدير ويقول له فلان ده مهمل وشغله كله غلط، وبياخد كده بريكات كتيرة قوي وبيستأذن كتير. الشخص ده للأسف بيستغل ثقتك انت وعفويتك عشان ياخد منك معلومة وياخد منك حاجة مصلحة ليه، او يعني عشان يوقعك في شر اعمالك، يعني عشان هو اللي في النهاية يظهر. هو بيلعب على كل الحبال،
وعايز يعني في النهاية يضمن ان هو حبيب الكل، وفي نفس الوقت بيحفر للكل. المثال ده للأسف بيتكرر كل يوم بصور مختلفة. والذكاء هنا انك تكون عارف ان هو بيعمل كده، بس هو ما يعرفش انك انت كشفته. ده اهم حاجة، والذكاء في الموضوع لما تخلوش يعرف انك انت كشفته، بس تاخد حذر. طيب، في 5 نقاط عايزين نحكي فيهم. اول حاجة، لازم تطبق مبدأ اسمع وفوت من هنا، وخلي كلامك معاه دايما بحساب دقيق. المنافق ده عامل زي المخبر، حياته كلها قايمة على انه يلم معلومة من هنا ومعلومة من هنا وتفاصيل ناس. المهم يلم كل حاجة عشان خاطر يستخدمها كروت ضغط او وسيلة للتقرب من حد تاني، حد مسؤول، حد اعلى، بس على حسابك. فلما تقعد معاه لازم تشغل كده وضع انك انت مستمع فقط بس، وتخليه هو يعني يا دوبك هو اللي يتكلم وانت بس قاعد مستمع. هو اللي يتكلم ويهري في الكلام لحد ما يخلص، وانت يا دوبك ترد ردود دبلوماسية زي تمام، والله أعلم، ربنا يسهل، يعني الحاجات دي كلها. لازم يعرف رأيك الحقيقي في مديرك، فلازم تقول له رأيك بكل حب وتشكر في مديرك، وما تقولش أبدا تغلط في أي حد. يعني لو جواك حاجة تجاه مديرك ما تقولهاش. ما تخلوش يعرف مشاكلك الشخصية في بيتك، ولا حتى طموحاتك اللي انت يعني ناوي تعملها بكرة. خليك واعي ان كل كلمة انت بتقولها قدامه بتتسجل في ذاكرته، وفعلا وهتتحرف وهتنتقل لواحد تاني والغيرك بالبهارات بقى بتاعته زيادة، تخليك انك انت يعني انت الشرير في النهاية، في نهاية القصة. المنافق بيعرف يسحب اللسان ببراعة، فلو لقيت نفسك ابتديت تندمج معاه وتفضفض، اقطع الكلام فورا وغير الموضوع في لحظة. يعني الجو عامل ايه، الاسعار مش عارف ايه، الكلام ده كله ماتش كورة. السكوت قدام الشخص المنافق ده مش ضعف، ده تحصين لخصوصياتك وحماية ظهرك من طعنات القدر اللي ممكن تجيلك، اللي ممكن تيجي من ورا كلامك حتى وانت مش واخد بالك ان كلامك عفوي. الشخص ده للأسف مش أمين على سر، وبالتالي هو مش مستحق يعني ان هو يعني انك انت تفتح له، يعني هو مش مستحق ابدا انك انت تفتح له قلبك، هو مالوش الحق. خليك دايما غامض ومحير بالنسبة له، عشان ما يعرفش ابدا يحط مثلا ليك يعني ويحدد لك كده نقاط ضعفك فين. لو سألك سؤال مباشر ومحرج، لف ودور كده وابتدى كده ايه بذوق، وارجع اسأله هو نفس السؤال. لو سألك سؤال محرج اسكت شوية ولف، ارجع اسأله هو نفس السؤال. هتلاقيه ارتبك وابتدى يألف لك قصة تانية خالص. التزم معاه بالصمت الذكي، لأنه هو السلاح الوحيد اللي بيخلي المنافق مش عارف يمسك عليك غلطة واحدة يروح يبيع فيها مثلا ويشتري فيها ويقعد يقطع فيك. بس السلاح الوحيد انك انت تسكت. تاني حاجة، بلاش المواجهة المباشرة او الصدام الا لو معاك دليل قاطع ملوش رد. اكبر مشكلة ممكن تقع فيها مع المنافق هو انك تروح تواجهه بناء على يعني سمعت انك قلت، لانه ببساطة حريف انه هيخرج لك من الحتة دي، حريف هو في لوي الكلام وهيقلب لك الترابيزة عليك في ثانية. فما تروحش تقول له سمعت انك انت قلت كذا. المنافق عنده قدرة رهيبة انه يحسسك انك انت
اللي مهموم، او انك بتتبلى عليه. وممكن يعني كمان يطلع يشتكيك للناس على اي حاجة، ويقول لهم انك انت شخص هجومي وغير متزن. فظيع فظيع. المواجهة من غير دليل ملموس معاه فعلا زي اكنك كده بتبعت رسالة خلاص ومفيش شهود. فلازم يكون معاك دليل ملموس. ده الدليل ده بيخلي فيه شهود وبيخلي الموضوع ليه ثقة وتقل، فبتخليك دايما تخسر كارت مهم جدا لو معكش شهود، وبتديله هو دايما هو وضع الدفاع اللي هو بيقويه قدام الآخرين. الذكاء انك انت تسيبه يكمل تمثيليته للآخر وانت مراقبه تراقبه من بعيد، يعني اكنك بتتفرج كده على فيلم سينما بس عارف نهايته. وده بيخليك دايما في موقف قوة، مش مهزوز. ولو اضطريت حتى فعلا للمواجهة وقفلت الدنيا معاك، لازم تكون هادي جدا وصوتك واطي جدا وكلامك مترتب، وتواجهه دايما بفعل. يعني ابدا هو حاجة هو عملها، الفعل ما تقولوش كلام مبهم، لا، لازم تواجهه بفعل هو عمله، ويكون في ناس كانت واقفة وشاهدة، لأن الفعل صعب جدا إنه ينكره، وخصوصا لما يكون في ناس كانت موجودة. المواجهة الغشيمة بتخلي المنافق يتحول من عدو مستخبي لعدو شرس معلن، وده معناه إنه هيبدأ يخطط لأذيتك بعد كده بشكل أخطر مما كان عليه الأول. يعني إن كان الأول بسهولة، لا، دلوقتي هيكثف. خليك أذكى من كده، والعب اللعبة دي بتاعت النفس الطويل، واعرف إنك لما بتبين له إنك أنت كشفه من غير كلام، ده بيخليه عايش في رعب، عايش في قلق، عايش في كذا حاجة. في النهاية بيعمل لك ألف حساب. المواجهة الحقيقية هي إنك تحجمه وتخليه عارف إنك أنت مش صيدة سهلة ليه، وده بيتم بالبرود التام وعدم الانفعال مهما حاول يستفزك بكلامه. في النهاية المنافق ده بيخاف من الشخص اللي هو ملوش ممسك، فما تدلوش فرصة إنه يجرجرك كده لمنطقة فيها خناق اللي هو متفوق فيها عليك بأساليبه الملتوية وكده. دي تاني حاجة. تالت حاجة، لازم تميز كويس بين اللطف الاجتماعي وبين الثقة العمياء في علاقاتك. مش كل واحد بيقابلك بابتسامة عريضة أبدا وبيقول لك يا حبيبي ويا صاحبي وكده يبقى فعلا بيتمنى لك الخير. لازم تتعلم تفرز الناس وتصنفهم صح في حياتك. اللطف الاجتماعي ده واجب وذوق، ماشي، يعني تتعامل مع الكل باحترام وترمي السلام للكل وتبتسم للكل، بس من غير ما تفتح خزنة أسرارك لكل من هب ودب. المنافق بيستغل النية الصافية اللي عندك عشان يزرع نفسه كده في حياتك ببطء، ويقنعك ان هو اقرب حد ليك، وهو في الحقيقة جاسوس مجرم بيجمع عنك داتا في النهاية عشان يأذيك. الذكاء انك انت تعامله في منتهى الرقي، بس من ورا كده حاجز ازاز او حاجز حديدي. يعني حدودك معاه واضحة وصريحة ومفيش فيها اي تجاوز او عشم زيادة. المنافق بيفشل تماما مع الشخص الرسمي اللي بيتعامل بالأصول وبس، لأنه مش بيلاقي مدخل عاطفي أبدا ليك يقدر يسيطر بيه على تفكيرك أو مشاعرك. لازم خليك دايما فاكر إن الثقة دي عملة غالية جدا، وما تديهاش لحد ببلاش لمجرد ان هو بيسمعك كلمتين حلوين او بيمدح في شكلك او في لبسك او في طبعك. لا، ما تصدقوش.
الشخص اللي بجد بيبان في المواقف الصعبة هو الشخص اللي بيحبك. والمنافق دايما أول واحد بيجري ويختفي في المواقف الصعبة، أول لما الدنيا تبتدي تغرق، أو لما مصلحته يا سيدي تخلص معاك. لما تحط حدود انت مش بتبقى شخص سيء او وحش، انت بتبقى شخص واعي وعارف بتعمل ايه، وعارف قيمة نفسك، وعارف قيمة وقتك، وبتحمي سلامك النفسي على الأقل من أي حد ممكن يأذيك. خليك دبلوماسي في تعاملاتك اليومية. يعني الضحكة موجودة بس المسافة محفوظة. ده قانون أنا بحبه جدا. الضحكة موجودة لكن المسافة دايما تكون محفوظة. والود قايم بس الحذر واجب. وده قمة الذكاء الاجتماعي في زمن المنافقين، وما أكثرهم عندنا الأيام دي المنافقين. رابع حاجة، لازم تراقب الأفعال والتناقضات، مش الكلام المعسول اللي هو بيسحر الودن. المنافق دايما عنده فجوة كبيرة قوي بين اللي بيقوله وبين اللي بيعمله، وعشان تكتشفه بجد لازم تراقب نمط تصرفاته على مدار فترة من الزمن. هتلاقيه بيشكر في فلان قدامه، وأول ما فلان ده يمشي يطلع يشتم فيه ويطلع لك القطط الفطسانة فيه، ويذم في أهله وفي شغله. وده أكبر دليل إن هو بيعمل معاك كده. الكلام المعسول ده حفرة كده بيحطها لك عشان تقع فيها، عشان يغدر بيك وانت مش حاسس. فما تخليش ودنك هي اللي تاخدك كده يعني للكلام للثقة بتاعتك. لا، خلي عينيك وعقلك هما اللي بيحكموا، وخليهم هما اللي يحكموا المنافق عليه، يحكموا عليه. لأن المنافق ده دايما بيوعد كتير وما بينفذش حاجة خالص، وتلاقيه دايما بيغير آراءه ومواقفه مع حسب الأجواء، حسب الوضع، حسب الدنيا رايحة فين، وحسب مين اللي معاه القوة دلوقتي. راقب ازاي بيتعامل مع الناس اللي أقل منه في المكانة أو في الشغل. لو بيعاملهم بتكبر ونفاق يبقى ده شخص غير سوي ومعدنه فعلا مش حلو. الذكاء انك انت لما تلاحظ التناقض ما تنفجرش فيه، لا، بس ابدأ اسحب السجادة من تحت رجليه بالراحة وبمنتهى الهدوء. الشخص اللي بيتلون زي الحرباية كده، اخره بيتكشف كده لوحده، بيفضل مكشوف خلاص، بيتعرف. لان الكذب في النهاية ملوش رجلين، وتكرار الحكايات بيخليه يغلط وينسى هو كذب في ايه امبارح، ويغلط في التفاصيل غصب عنه، وبيبان كذبه بعد كده للكل. لما تكتشف حقيقته ما تبينش انك انت اتصدمت، بالعكس خليك بارد وحسسه انك انت كنت متوقع ده بيكسره فعلا، بيهز ثقته في قدرته على الخداع. خليك دايما مركز في الحقائق مش في التمثيليات بتاعته، واعرف ان الحقيقة بتبان في التفاصيل الصغيرة اللي المنافق ما بيعرفش يسيطر عليها طول الوقت، وغصب عنه هينسى ويغيرها. خامس حاجة واخر حاجة، خليك ناجح ومركز في طريقك وبس. النجاح هو الرد الأقوى. أكتر حاجة بتدمر المنافق وبتحرق دمه هو إن يشوفك ناجح ومستقر ومش مهتم أصلا بكل المحاولات اللي هو بيعملها عشان يشوه صورتك. المنافق بيتغدى وبيتعشى على الدراما والمشاكل، وعايزك دايما أنت تكون في حالة دفاع مستميت عن النفس، ودايما تقعد تبرر مواقفك كده عشان يستهلكك ويستهلك طاقتك ويعطلك ويوقفك. لما تتجاهله يا بيه تماما وتركز في تطوير نفسك وشغلك ونجاحك، انت كده بتوديه كده لمنطقة العدم،
وبتحسسه ان كل مجهوده في النفاق ما كانش ليه اي لازمة. النجاح الحقيقي هو انك تعيش حياتك بنظافة وتكون قدوة لغيرك، ولازم تكون قدوة حتى مع الناس. ومع الوقت الناس في النهاية هتعرف انت مين، وهتعرف تميز ما بينك انت وما بين المنافق. ما تقلقش، خلي طاقتك كلها متوجهة انك انت تبني مستقبلك، وما تضيعش ابدا دقيقة واحدة في التفكير في فلان قال ايه او علان قال ايه او عملوا ايه، لان كلامهم ده هوا في النهاية. المنافق للأسف هيفضل محلك سر، بيراقبك وبياكل في نفسه من الغيرة ومفيش فايدة، مش هيعلى، وانت كل يوم بتعلى وبتكبر وبتحقق أهداف جديدة وهو ثابت بل بينزل. مفيش رد أذكى ولا أقوى من إنك تحكي كده وبتبتسم ابتسامة صافية وانت محقق إنجاز كبير في حياتك قدام عيونهم كلها، اللي هي مليانة حقد ونفاق ويتمنى بس إنك انت يعني تغرق. ده بيموتهم حرفيا. خليك الشخص اللي أفعاله هي اللي بتتكلم عنه، وسيب بقى المنافقين دول يغرقوا في مستنقع الكلام اللي هو ما بيوديش ولا بيجيب. استثمر في نفسك وفي علاقاتك الصادقة وفي هدوءك النفسي، لأن دول هم يعني هيهدموه ويكسروه. المنافقين مجرد عقبات صغيرة في طريقك الطويل، خد بالك. نصيحتي ليك، المنافقين كده جزء من ديكور الدنيا، موجودين عشان يختبروا صبرك وذكائك. ما تسمحش لشخص بوشين ان هو يغير وشك الحقيقي ويخليك شخص شكاك او كئيب وطاقتك مهدورة. انت انضف بكتير من انك تنزل لمستواهم وتستخدم اساليبهم الرخيصة دي والملتوية في التعامل مع البشر. حافظ دايما على نقاء قلبك، بس خلي عقلك صاحي ومركز في كل حركة وكل كلمة بتتقال حواليك بذكاء. الناس اللي بجد هتعرفك من أفعالك، وكلام المنافقين في الآخر هوا بيروح مع أول خطوة. ما تديش سرك أبدا غير للي جربته في المرة قبل الحلوة. ما تديش سرك خالص حتى الأقرب الناس إليك، وأنا قلتها قبل كده، سرك ما يروحش لحد خالص. اتعلم تكون تقيل، والتقل مش تكبر. التقل يعني انك انت تبقى رزين وعندك ثبات انفعالي وعدم اندفاع ورا اي وعود كدابة. لو ربنا يعني كشف لك حقيقة او حقيقة حد، دي هدية بتجيلك كده على طبق من فضة وبصيرة عشان تاخد حذرك بعد كده وفعلا تنقذ نفسك بدري. اشكر ربنا على النعمة دي وكمل طريقك يا بيه، وافتكر ان اطول نخلة هي اللي دايما يعني تترمي بالطوب من تحت. خليك دايما السهل الممتنع اللي الكل بيحترمه ويقدره، بس مفيش حد يقدر يكسره او يضحك عليه. في النهاية المنافق بيكشف نفسه بنفسه، لأن حبل الكذب قصير جدا ومستحيل يفضل لابس القناع العمر كله. خليك انت الأصل وسيب الباقي. عيش حياتك بضمير مرتاح ونفس هادية ومطمن تماما انك انت على خط مستقيم. الذكاء مش انك تخدع الخادع، الذكاء الحقيقي انك تمنعه من انه يخدعك وتكمل طريقك بنجاح وقوة. ان شاء الله يا رب كلامنا يكون وصل ان المنافقين كتروا جدا في حياتنا، ويا رب ان شاء الله ما نقعش مع ناس زي دول.
تحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.